ف والله البارحه انا كتبت الشهد ابد ما ترد. فاجئت البارحه الشهد شلون مفجوره ودا تحكي بوسات الام ناي. وارجوكم فكروا انه هذول الناس عندهم مشاعر، عندهم ضغوطات نفسيه، ممكن يكون مريض، ممكن يكون حساس. يعني اكو ناس تسعى حتى الهجمان البيوت والخراب، يدخلون علي على فلانه، قولي لها رجلك هيك مسوي. يابا ليش تحبون تكيفون على هجمان البيوت؟ وليش ما تحبون تشوفون احد فرحان؟ وليش من اكو مشروع بالعراق ما حد يكيف؟ وليش من اكو ناس فرحانه وتتصرف بعفويه او لابسه الانتقاد يكون كلش يعني راسا اي احد ما يعجبكم او يسوي لكم شيء راسا اول ما تضربوه بشرفه، راسا اول ما النقد على السمعه. لا مو هيجي، قولوا لي انت ما حلوه. ذاك يوم وحده كتبت لي موسى انا كلش احبك بس شفتك ما عجبتني، هذا رايي. بس ما قالت لي وحده تكتب لي صوت الحمار. انتم ما تعرفين صوت الحمار لو ما احد من اهلك هو. حبيبتي احب الحمارات كحيوان بالعالم، بس شو اسمه يخونه تعبيره مثل هواي ناس. اجلكم الله. احبكم اللي يحبوني انا يوم احبكم، واللي ما يحبوني ان شاء الله يا رب تلتهم بالفلوس وبالسعاده وتفكوني اخر من قلبي.